السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا مبسوطين وفي أحسن حال. في مشكلة تقريبا كده هي متكررة معايا يوميا من أمهات كتير، وهي ابني في البيت كويس جدا، بيهزر ويضحك ويتكلم، مسافة ما يطلع بره البيت ما بيكلمش حد، منطوي في حاله، ما بيتفاعلش زي صحابه زي اخواته زي اي حد. طيب انا بستنى المشكله انها تتقال. طيب ايه المشكله؟ هي دي المشكله انه منطوي. ايوه يعني هي دي مسببالك ايه؟ دي طبيعه طفل، اكيد انت عارفه سمات الطفل ده بره ومش اول مره تكتشفيها. في طفل بيبقى هو خجول، بيبقى حته الانطواء عنده زياده شويه، او يعني هنقول في الطبيعي، لكن المشكله الحقيقيه مش ان الطفل خجول، المشكله ان انت بتقارنيه باخوه اللي مش خجول او اللي مش منطوي او المتكلم او الاجتماعي. في حاجه اسمها فروق فرديه للاطفال، مسافه ما بنكتشف الفروق الفرديه دي نعرف نتعامل معاهم، مفيش مشكله خالص. فكره بقى ان الطفل يكون منطوي انها في حد ذاتها مشكله، لا هي مش مشكله، عادي. في طفل متكلم او اجتماعي بيروح يصاحب اي حد، بيروح يتعامل، بيروح يتكلم، بيهزر، بيضحك، بيقتحم. لكن في طفل لا، بيحب يقعد في حاله، يقعد هادي، ما يتكلمش كتير، بيلاحظ، بيركز، بيفكر. دي مش عيب خالص في الطفل، يعني مش حاجه اقدر اقول او لا. ده انتوا متخيلين ان في ناس امهات بيجوا يقولوا لي انا فلانه قالت لي ان ابنك ده مش طبيعي، ابنك ده عنده مشكله لان هو ما بيتفاعلش، يوديه لحسن يكون عنده توحد. يا جدعان اتقوا الله، هو التوحد ده عادي بينزل في التموين كده، اي حد بياخده. ما هو مش فيه علامات وليه سن معين بيظهر عليه. طب ما شاء الله الولد كويس 6 7 سنين وبيتحرك ويروح ويجري وكل حاجه، ولكن بحدود. الانطوائيه عند الطفل ساعات بتكون مش مستحبه امتى، او تخافي منها امتى؟ لو كانت مصاحبه بخوف، الطفل جبان جدا، خواف، عنده ذعر، بيعيط لما بيكون في مكان فيه ناس، بيصوت، بيبدا يجري، يستخبى في ركن، يستخبى في مكان. لكن الطفل طبيعي قاعد هادي ومسالم، بس ما بيقتحمش، ما بيجتمعش، ما بيكونش يعني عنده حته ان هو اجتماعي، ما بيدخلش قوي كده في الصداقات من اول ما بيقعد. مفيش مشكله خالص. طب يا رنا اصل هو في البيت غير بره البيت. طب ما طبيعي، انت امه وابوه واخواته، واخد عليكوا عشره بقى مع بعض يا جماعه. يعني احنا ولادنا معانا غير لما يكونوا بره مع الناس، ودي حاجه انا شايفاها مادام هي ليميتد، مش خطر ومش وحشه ومش صعبه وما ينفعش ان احنا نقول عليها لا دي مشكله كبيره، لا هي خلاص هي ليها حدود. بس مشكلتنا ان احنا بنقارن الاخوات ببعض، بنقارن ولاد العم وولاد الخاله والقرايب مع بعض. اصل ده اجتماعي وده مش اجتماعي، ده بيقتحم وده مش بيقتحم. يا جماعه لازم تراعوا الفروق الفرديه وطريقه التنشئه وطريقه المعامله والتربيه، وان الطفل ده ليه سمات وليه خصائص معينه خاصه بيه، وواحد تاني لا مختلف. ما تدخلوش زيت في عبيد يا جماعه عشان عيالكم يتربوا من غير عقد.